بصوا، في واحدة معايا شغالة في المستشفى، متابعة على طول بنتها مع دكاترة الأطفال. على طول ما تشوفني تسألني، وتشوف غيري تسأله، وتشوف الأساتذة تسألهم. كل يوم كل يوم دكتور شكل، كل يوم أستاذ شكل، كل يوم على طول. هي شايفة إن دي ميزة، وإن هي ما بتروحش عند دكاترة أطفال، وإن هي متابعة، هي شغالة في مستشفى، يعني مستشفى مشهورة. طيب أنا من وجهة نظري إن ده مش صح، بالعكس ده وحش على بنتها. أول حاجة، مفيش دكتور منهم متابع طول ووزن الطفل، مفيش دكتور فيهم عامل له فايل في العياده، مفيش دكتور فيهم عامل خطه علاجيه نشوف ايه ده بقى لها فتره بتتعب، لا احنا ممكن نشك في مرض مناعي معين. ده بقى لها فتره بتتعب مثلا بصدرها، احنا ممكن نشك في حاجه معينه. طيب لما ببص على اي عين، انا عندي اي عين كده بيخش عندي بيبقى ليه فايل، بقعد ابص والنتيجه ايه؟ بتقول لي على طول كل شويه مضاد حيوي. حتى الدكتور اللي بيكتب مضاد حيوي ده غير الدكتور التاني غير الدكتور التالت، لدرجه ان انت ممكن بعد كده دكتور يكتب لك مضاد حيوي، والدكتور اللي بعده يكتب لك نفس المضاد الحيوي اللي لسه واخداه، ودكتور تالت يكتب له نفسه هو، فما يخفش ونخش في اعراض كتير. اللي عايز اقوله لك، لو انت عندك علاقات بدكاتره كتير، بالذات دكاتره الاطفال، يستحسن تشوفي واحد منهم تثقي فيه، تتابعي معاه، يعمل لك فايل وكل حاجه تساليه فيها، وخلاص انت واثقه فيه. انما تقعدي تسالي كل الناس، كل الناس هتجاوبك اجابه حاليا على السؤال بتاعك ملهاش علاقه باللي فات وملهاش علاقه باللي جاي. خلاص، ما هو مش عامل لك فايل، هو مش متابع الحاله. فنصيحتي ليكي انك تتابعي مع الدكتور الاطفال اللي بتثقي فيه.